في شيء دائما يصير بكل مشروع، العميل يجيك فاهم شنو يبي منك وشايف النتيجة براسه، بس لما نيجي نشوف النتيجة النهائية اللي احنا نوصل لها تكون شيء ثاني تماما. مو لأن الفريق مو شاطر، لأن في أشياء ما تنفهم إلا لما تتجرب. أهلا، اسمي جاسم الحربان، صار لي 13 سنة في هذا المجال. اشتغلت بالدوكيومنتريز، الإعلانات، الميوزك فيديوز، البرامج، وكذلك المسلسلات. عندي ما يكفي من القصص، عندي ما يكفي من الدروس اللي أنا تطورقت فيها على مدى هذه السنين. أقدر أفيدك فيها وأقول لك عنها بت باي بت، شوي شوي، في هذه الفيديوهات اللي أنا قاعد أحطها بيوتيوب. أتمنى أنها تكون ذو فايدة لك ولمسيرتك في هذا المعترك الإبداعي. اشتغلت بروجكت كل شيء كان فيها واضح من البداية، وهذا مؤشر جدا طيب. البريف كان واضح، الفكرة حلوة، بس مع الوقت قرارات صغيرة بدأت تتغير. بالرغم من صغرها إلا أنها تغير شكل البروجكت بالكامل. خلنا نتفق على شغلة، أن صناعة أي عمل إبداعي هي مو ضغطة زر والشيء يصير، هي سلسلة قرارات تاخذها، وهذا التسلسل يوصلك حق نتيجة معينة أنت تبي توصلها. لما تيجي وتغير قراراتك في نص هذا العمل، أنت قاعد تغير الشكل النهائي بدون ما تحس. في جمل وايد نسمعها باللوكيشن والبعض يستسهلها. ليش ما نغير السيارة؟ زين ليش ما نغير الجملة الفلانية؟ زين خلينا نجرب هالشيء على السريع. قرارات تبدو بسيطة، أنا فاهم. تبي تغير السيارة بس، صح؟ غيرنا السيارة، شكلها تغير، لونها تغير، محتاج تعدل بألوان الإضاءة وأماكن الإضاءة. إذا غيرت بأماكن الإضاءة غيرت المود مال المشهد. إذا تغير المود قاعد تأثر على الشعور اللي تبي توصله حق المشاهد. هذا كله بالباك أند إحنا نفكر فيه، أنت ما تفكر فيه. فالقرار البسيط هذا غير لك المشهد وخلانا إحنا ندش في دوامة إعادة بناء المشهد بناء على هالقرار البسيط اللي أنت اخترته. متى تبون تسليم الإعلان هذا؟ أسبوع؟ 4 ساعات؟ باكر؟ أمس؟ هذه الأجوبة اللي احنا نحصلها عادة. إذا أنت صاحب مشروع وتبي هذا الإعلان يعود عليك بالفائدة، لازم تعطيه الوقت الكافي. 70% من نجاح البروجكت معتمد على الوقت اللي أنت تحطه في التحضير. إذا أعطيت الوقت الكافي للتحضير تضمن أن أنت 70% أديت الواجب وأديت اللي عليك وكملت كل ما يتطلبه الإعلان، عشان يوم التنفيذ يكون سلس ويخلص بأفضل جودة ممكنة. فأنت لما تستعجل أنت مو قاعد تختصر الطريق، أنت قاعد تختصر الجودة. في مفهوم شائع أن احنا أعطيناكم بريف نفذوه. وايد كلاينتس يجون عباله هو أعطاك الفكرة الحين، أنت عليك أنك تروح تنفذ فقط. وهذه صارت قبل فترة وايد. يجيني الكلاينت يقول لي أنا ما بيك تفكر، أبيك تستلم وتنفذ. هذا شغل قصاب. المخرج عليه أنه ياخذ الموضوع يفهمه، أهم شيء يفهمه بعدين يبدأ يحط المشاهد اللي هو يشوفهم مناسبين أنهم يترجمون البريف اللي وصل. ترجمة البريف هذه شغلة المخرج مو شغلة الكلاينت. الكلاينت عليه يكتب كل الآلام اللي حيشتها بجسمه، الدكتور اللي هو المخرج يترجم هذه الآلام ويفهم شنو الأدوية اللي يحتاجها عشان يقدم بروجكت يتوافق مع اللي يبي يوصله الكلاينت. الفرق بين الإعلان اللي تشوفه مرة واحدة وتقط التلفون، والإعلان اللي تم ماسك التلفون كذي وتشوفه مرة ثانية كذي وتحطه بشاشة أكبر وتشوفه مرة ومرتين وثلاث وعشر، هو مو التنفيذ. الفرق بينهم الفهم للبريف وترجمته عشان يخدم المشروع بأفضل شكل ممكن. بالفيديو اللي طاف أتوقع أحط لكم إياه هني، تكلمت عن مشروع صارت نقاشات ومهاترات بعد ما خلصنا واتفقنا احنا وقت التنفيذ في يوم التصوير في أكثر وقت احنا ما نقدر نخسر فيه دقائق، والدقائق علينا بفلوس. الكلاينت قرر انه هو يغير رأيه. احيانا نقعد ساعات نناقش تفاصيل ما لها اي تأثير، نوع وموديل السيارة، لون تنورة الممثلة، طول زلف الممثل، كل من قالت ما لها داعي، وننسى القرار الوحيد اللي ممكن يرفع إعلاننا أو يطيحه، هو عدم الخوض بالجدالات هذه اللي تصير باللوكيشن والإضافات والقرارات الجديدة اللي تطلع داخل اللوكيشن. تضيع الوقت وبنفس الوقت تودي البروجكت بمكان ثاني احنا ما ندري وين. أفضل المشاريع اللي اشتغلت عليها تتوقعون هي اللي ميزانيتها كبيرة ولا اللي ثقتها عالية؟ يلا لكم 10 ثواني.
أكيد اللي ثقتها عالية. مو أن أنا أسكر أذوني وما أسمع الكلاينت وأشتغل بروحي والبروجكت مالي وما حد له شغل فيني، بالعكس أحط فكري كله، أخذ الأبروفل على الفكر اللي أنا حطيته، أخذ الملاحظات وأحطها بالمكان اللي أنا أشوفه مناسب للفكرة ككل. بالنهاية هو العمل مشترك وكلنا نبي ننجح، منو ما يبي ينجح. لما يكون في ثقة القرارات أسرع، الضغط يقل والإبداع يزيد. بالنهاية صناعة أي عمل إبداعي تم في العمل الجماعي، والعمل الجماعي ما ينجح إلا لما كل عناصره يكونون فاهمين البروسس وعارفين شنو قاعد يصير فعلا، مو كل شيء ينشاف من برا. إذا في مرة اشتغلت عمل وحسيت أن النتيجة مو نفس اللي براسك ومو نفس اللي تخيلته بالبداية، فيمكن يكون هذا هو السبب. في مشروع أنا اشتغلته كان مكون من 9 مشاهد وانتهى فيه المطاف أنه هو يعرض 3 مشاهد فقط منه. لكم أن تتخيلون المسخرة اللي طلعت على الشاشة. إذا تبون نتكلم عن هذا البروجكت كتبوا لي تحت بالكومنت وراح أفصل لكم التريتمنت وشلون انتهى فينا المطاف أن احنا نعرض 3 مشاهد فقط. شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، وأشوفكم بإذن الله قريب.